ليونيل ميسي كان وجه برشلونة في حقب كثيرة، وكان ظهرها لحظة طلب الاستناد، وخلالها رفع الاسم عاليا لكل مرتبط به. لم تكن بداية الأرجنتين مع البارسا إلا حكاية لاعب يرتدي قميصا ويملك ما تملكه الأغلبية. لقد كانت الآراء منقسمة كقميص البارسا وقتها. ملئت خانة التوقعات بعدها بأن ليونيل قد يشكل الطفرة. بدأ الظهور بمقاييس هولندية أشركه ريكارد في 2004. البرهنة على الجودة قيست بتحريكه للشباك. حينها حمله رونالدينيو في رحلة الإثبات. بدأ اسم ميسي يتشكل على قلة أحرفه. توالت السنوات وتجاوز ميسي حاجز 20، وركز الكل على مقولة إن المردود يقاس بالمفعول لا بالحجم. التحق به غوارديولا مدربا لبرشلونة. تدرج ليونيل رقة بيب صعودا إلى أن وصل إلى سطح التيكي تاكا التي رفعت المستوى إلى السقف، إلى برشلونة التقويم الرياضي. طيلة حقبة غوارديولا أصبح ميسي أشبه بمحرك بحث برشلونة عن الألقاب. بعد أن غادر غوارديولا ترك وراءه إرثا يتمثل في منظومة لعب توجس الجميع من المرحلة الانتقالية، فخلفه الراحل تيتو فيلانوفا وبعده تاتا مارتينو. خلال تلك المرحلة بدأت المعالم تفقد زواياها، حتى سمي ما حصل بتغير منظومة البارسا من التيكي تاكا إلى التيكي تاتا. وبقي ميسي ثابتا إلى أن جاءه لويس إنريكي. حينها ارتبط اسم برشلونة بثلاثي الأمسان الذي أنار ما كان مظلما على الطرق المحلية والأوروبية. تغير المدربون وأضيف لهم فالفيردي وسيتيين، وبقي ميسي شعار برشلونة الدائم. في السنوات الأخيرة كلما أطال ليونيل تواجده في البارسا خفف من صبر المناصرين على ما حصل ويحصل، لكن رغبتهم ببقائه اصطدمت بقراره. المؤمنون بوجوده يريدونه يجدد فتح ذراعيه للبارسا، تفاديا لأن يقال إن برشلونة لن يسمع مجددا نشيد الكرة، لن تعزف نوتا دور ري ميسي.